رحت لقيت اوضه بالظبط قد كده، يعني يمكن العرض ده كده بتاع الاوضه كلها الطول مثلا كده، والعرض برضه قدها مثلا، سرير واحد صغير جدا، عارفه تحس ان كل حاجه كئيبه في البلد. فبجد اتخنقت بقى، وكان ساعتها مطر ورعد وبرق وانا مش محتاج الحاجات دي كلها على الحاجات دي كلها يعني. فتعبت قوي، رحت مكلمه بقى قلت له انا مش عايز اقعد لا ايطاليا ولا بقى كوره ولا احتراف ولا عايز حاجه خالص. انا مش عايز، انا عايز ارجع مصر والعب في الزمالك وخلاص. حلو قوي اللي انا فيه الحمد لله يعني. قعدوني بس اهدى ومش، قلت له انا تعبان بجد وانا مع نفسي كمان كنت تعبان قوي بجد يعني. يمكن حتى ما قلتلهمش قوي، بس انا كنت جوايا تعبان قوي، كنت عايز بجد ارجع يعني. وبيني وبين نفسي قلت انا بكره هروح احجز تذكره ويا عم لا ايطاليا ولا حاجه، خليني في بيتنا احسن خلاص اجدع يعني. يعني تاني يوم بقى رحت رايح النادي، كان في ماتش، ابتديت اتفرج على اللعيبه، ابتديت احس الحياه اليوميه خدتك بقى شويه بقى اللعب وبتاع. بعدين بقى دخلنا معسكر، فبقيت قاعد مع الفرقه بنتمرن كل يوم الصبح بعد الظهر، فبنام وبلعب وبتمرن. مش فاضي مش فاضي تزهق. بعدين بقى بعد كده ابتديت اخد بقى الحياه شويه، بس كانت صعبه برضه ستيل. مفاجاه اللي انت هتقولها لنا الليله في رحله نجاح، عايزين نعرف كابتن حازم امام، هل كل احلامك الكرويه اتحققت ولا لسه؟ والله يعني اكيد في جزء كتير منها اتحقق، بس طبعا لسه الواحد طول ما هو بيلعب طول ما يبقى عنده طموح. اصل الكوره دي حاجه على طول يعني على طول موجوده. في بلعب في دوري لازم اخده، في كاس، في بطوله افريقيا، في بطوله كل دي حاجات انجازات انت لازم يعني تحب دايما تفكري فيها. فعمر الواحد اللعيب الكوره بيوقف عند طموح معين، دايما تلاقي اللعيب اللي بيبقى عنده طموح محدود يعني ما بيوصلش او ما بيبقاش الناس فاكراه او ما بيبقاش محبوب من الجمهور يعني. فبتمنى ان شاء الله احقق اكتر من اللي حققته ان شاء الله يعني باذن الله. نفسك طموحك يوصلك لحد فين؟ نفسي اكون احسن لعيب في العالم، نفسي ابقى معروف على مستوى العالم كله. ان انا حاسس ان انا عندي امكانيات كويسه، بس انا يمكن مثلا ما عنديش فتنس كويس، هو ده اللي مأخرني شويه. حظي وحش قوي في اوروبا، حظي مش كويس. ممكن بشوف لعيبه قليله قوي واقل عن لعيبه كتير عندنا مثلا في مصر، بس حظها كويس، حظها بيتحط انها بتلعب في فرقه كويسه بيمشي كويس، ممكن يبقى معروف جدا ومشهور على مستوى العالم، بس امكانياته عاديه يعني. فانا مش محظوظ. مثلا في ايطاليا ما كنتش محظوظ، اتعورت كتير قوي في اول ما رحت كمان، فكانت فتره صعبه بالنسبه لي. في هولندا كان هتجيلي فتره انتقال لنادي كبير مثلا في اياكس، راح برضه واقفه العمليه عشان النادي كان عايز احس ان انا ما كانش حظي، ما كانش ماشي يعني في الاحتراف قوي. نقدر نقول مين المثل الاعلى لحازم امام؟ والله انا بحب والدي، الله يعني بحب والدي قوي وحاطه مثل اعلى ليا، لان من وانا صغير بشوف بابا وانا ماشي معاه في الشارع الناس بتسلم عليه، الناس بتحبه، معروف قوي. يعني عرفت واحد مشهور بيبقى عامل ازاي، تصرف الناس معاه ازاي، الناس بتحبه. يعني انا ماشي في الشارع واحد اهلاوي يقول له انا اهلاوي بس بحبك. عارف من وانا صغير حاسس ان انا بابايا حاجه مختلفه مثلا عن بابا واحد صاحبي او اي حاجه، فكنت عايز ابقى زيه من وانا صغير، كان نفسي ابقى زيه، الناس تحبني زيه، اكون لعيب كوره زيه بنفس الاسلوب هو الناس بتحبه بيه ده يعني. فمن وانا صغير كنت حاطه على طول قدامي، ده هو ايوه طفل بيبقى شايف والده او والدته هما اللي قدامه على طول، فكان والدي بالنسبه لي هو مثل الاعلى. جول يا سلام يا احمد يا امام. واحنا بنتكلم بقى عن النجوميه وحب الجمهور، حازم امام كان ليه تجربه في الاعلانات. عايزين نتكلم عن التجربه دي، خصوصا ان بعض الناس قالوا ان ابتدى حازم امام ما يبقاش عنده تركيز الكافي في الملعب. والله اقول لك حاجه، الاعلانات دي يعني انا ما اعرفش، الناس تقول لي ما فيش تركيز، ان الاعلان بياخد يوم او ماكسيموم يومين، في الاجازه بعمله ملوش دعوه باطلاقا بالكوره. يمكن الناس من كتر ما بتشوف الاعلان في التلفزيون كل يوم. لا هو اقول لك حاجه، احنا في مصر عندنا ما دام حاجه مش تقليديه بيبقى عليها نقد كتير شويه. فيمكن دلوقتي الموضوع ده قل. الاول اول ما عملت مثلا من 5 سنين ولا حاجه كان كان الناس بتقعد تقول لي وانت كده مش هتركز، بس دلوقتي لما ابتدى يخش دش بقى والقنوات الفضائيه وبتاع، فابتدت الناس تشوف مثلا رونالدو وديل بيرو والناس دي بتعمل اعلانات وبيلعبوا كويس، فاهمه، فابتدت الموضوع ده يقل شويه عن الاول. بس انا بالنسبه لي الاعلان ده ما بيعملش اي مشكله في التركيز ولا في الكوره. يعني دي انا بعمل الاعلان ده عشان انا حاسس ان انا لعيب الكوره، لو انا مش لعيب كوره ما كنتش هعمل اعلان، لو انا مش كويس في الكوره مش هعمل اعلانات ثانيه، فاهم؟ فاللي بيخلي واحد يعمل اعلانات او بيخلي واحد مطلوب مثلا في الاعلان ان انت كويس في الكوره، اكيد مش هجيب لعيب مثلا مش كويس ويقول له تعالى اعمل لي اعلان. فبالعكس الكوره دي الاساس يعني، هي بتعمل عليها كل شيء بعد كده.
صحيح انه في كتير من الاعمال السينمائيه بتتعرض على حازم امام وحازم امام رافضها بعد بقى ما يعتزل. امال في ايه؟ مش كتير قوي بس يعني كذا حاجه كده، بس انا مش ممثل بصراحه يعني، انا بعمل اعلان بالعافيه يعني. عارفه يعني انت مش ناوي خالص يعني حتى مع اي عرض من العروض انك تمثل؟ والله يعني ما هقول لك حاجه، اصل انا جربت لما بعمل مثلا اعلان لما بيبقى في حته كده تمثيل ولا حاجه ما بعرفش اعملها خالص، وبنقعد نعيد 30 مره وشطات وبتاع تتعاد. يعني سهل يعني برضه اللقطات بتتقطع وبتاع، لكن صعب قوي ان انا امثل تاني. وبعدين انا لعيب كوره، عارف الناس بتاخد عننا في مصر هنا لعيب كوره صعب قوي اشوفه بشكل تاني. كابتن صالح سليم الله يرحمه مثل فيلم، الله يرحمه مثل فيلم، بس الباقيين كلهم ما نجحوش. يعني ممكن امثل فيلم وامثل فيلم وهبقى عادي يعني، بس مش هبقى بقدر مثلا لو انا نجم في الكوره. عايز تحتفظ بمكانتك العاليه في الكوره. ان شاء الله يعني. كابتن حازم امام شرقي جدا برغم سفره لهولندا وايطاليا، الا ان احنا سمعنا اشاعات عن زواجه من فنانه حلا شيحة. الاشاعات دي كان مدى صحيتها ايه؟ وهل صحيح انك كنت حاسس ان الارتباط بفنان هيبقى صعب؟ الفنان عموما يعني؟ بحلا او اي فنان. لا انا اول حاجه انا ما اعرفش حاجه خالص اساسا يعني. اشاعه يعني اساس منها تماما يعني، انا ما اعرفهاش حتى شخصيا، انا عمري ما شفتها شخصيا يعني. فدي كانت حاجه غريبه، انا استغربت الموضوع كبر قوي زياده عن اللزوم بلا اساس اساسا. لا انا من نفسي انا يعني مرتبط بفنانه، انا مرتبط بشخصيه معينه اللي انا يعني هتجوزها، شخصيه تشتغل بقى حاجه ما تشتغلش حاجه، هي شخصيه انا بحبها. اكيد لو هي اساسا تعمل حاجه مش بحبها اكيد مش هرتبط بيها، لان انا مش هحبها، مش تلفت نظري اساسا. فبغض النظر عن مهنتها انا بحب الشخصيه اللي قدامي تكون بالطريقه اللي انا يعني بحب. وكل واحد بيبقى ليه مثلا واحده بيحب كذا كذا كذا. انت بتحب ايه يعني؟ انا بحب تكون واحده بتحبني مثلا، بنت ناس محترمه متدينه نوعا ما، يعني عندها جانب ديني كويس. بس دي اهم حاجه يعني، ما كنتش يعني ما بحبش الاوبن مايند قوي زياده عن اللزوم، ما بحبش انها تبقى يعني تعرف بس بحدود يعني. بس كسبت بطولة مهمة جدا وهي بطولة المهارات، وقدرت انك تقتنص البطولة دي من اشهر لاعبين الكرة في العالم زي مثلا روبرتو كارلوس وديفيد بيكم وكل الاسامي وريفالدو، كل الاسامي الكبيرة دي. عايزين نعرف الاول البطولة دي انت ترشحت ليها ازاي؟ والله كانت حاجة لذيذة كده، كان هي تبع شركة يعني اعلانية ومتعاقدة مع لعيبة كتير قوي في مستوى العالم كله. كانت هي يعني شركة كبيرة متعاقدة مع احسن لعيبة في العالم، كان بيكم، ريفالدو، روبرتو كارلوس، روي كوستا، ديرون، ناس كتير قوي قوي يعني احسن لعيبة في العالم. فانا كنت من مصر، خدوني من مصر او المنطقة العربية، انا وسامي الجابر من السعودية، عشان يعني نمثل المنطقة العربية في المنطقة ده كلها. هو مرة يعملوها وما عملوهاش بعد كده متهيألي. كانوا عاملين المسابقة دي جايبينها بقى على ان احسن لعيبة من اللي هم واخدينهم يعملوا كاس، يبقى احسن مهارة يعني في ضمن النجوم الشركة دي يعني. المهارات دي عبارة عن ايه بقى؟ هي دي بقى جابوا أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد، كان احسن مدرب ساعتها في العالم، واخد يعني استفتاء انه كان واخد مع مانشستر يونايتد كذا بطولة دوري ورا بعض، وحط سكيلز كده 5 بتبين مدى تحكم اللعيب في الكورة وهو بيجري وهو واقف وهو بيصوت، يعني بيحرك الكورة ازاي بالظبط زي ما هو عاوز، اللي هي بتبين قدرات اللعيب المهارية بالتحكم في كل حاجة يعني. 5 مهارات معينة يعني، وحطوا كل سكيل عليها بوينتس معينة، واللي بيجمع اكتر بوينتس هو اللي بياخدها. فالحمد لله ربنا كرمني وخدتها يعني. انت كنت متخيل انك تكسب مع كل النجوم الكبار دول؟ انا كنت بقعد يعني دايما. المشكله هناك حاجه بقى كانوا عاملينها في ارينا في لندن، في صاله مغطاه كده حلوه قوي، وعاملين بقى سبوت لايت، ودايما لما واحد يجي يلعب الكوره يغمض الدنيا كلها ويعملوا عليه بس. فانت انا تخيلت انا داخل بقى، انا قاعد بره ويعني كل لعيب تقعد وواحد بيلعب، فتخيل بقى كل الناس قاعده تتفرج عليك، الجمهور كله. لما نزلت اول مره يعني نزلت انا الملعب، فالناس دي كلها قاعده تتفرج على حازم امام مصري، كنت خايف قوي ومكسوف، وحتى اول واحده عملتها وحشه جدا، كنت متنشن قوي، حاسس انك بتمثل مصر قدام العالم كله. ده يعني فاهم الناس بتتفرج، فاحساس صعب بجد يعني. الحمد لله خدت واحده يعني، في الاول كنت وحش قوي بصراحه، عملت 22 جدا مرتبط قوي، فبعدين بقى ربنا كرمني. بس واحنا بنتفرج على الشريط شفنا قد ايه النجوم العالميين كانوا بيتفرجوا عليك جدا وانت ماسك الكوره وقعدت تلعب، كانوا مركزين معاك بشكل فظيع. ما هو يعني هم ناس لعيبه الكوره المهاريه دايما بتحب بعض يعني، بيحبوا يتفرجوا على بعض وبتاع، فكانت
كانت مناسبه لذيذه جدا وحاجه لذيذه جدا في حياتي، وكان اليومين دول كانوا لذيذ قوي في حياتي، في تاريخي يعني. تبقى حاجه جميله جدا. هو اكيد طبعا ده شرف ليك وشرف لمصر انك تكسب بطوله مهمه زي دي، وانك تكسب مع نجوم الكره المشهورين جدا. هي حاجه معنويه اكتر منها يعني رسميا. هي مش رسميه طبعا، مش تبع مثلا الاتحاد الدولي، بس هي حاجه معنويه وسط الناس دي كلها. يعني الواحد يعمل حاجه لذيذه كده وكتبت في البي بي سي كذا حاجه وعلى النت وكده، كانت حلوه يعني. ما جالكش اي عقود احتراف بعد كده؟ احنا سمعنا ان في نادي بلجيكا مشهور جدا كان جه. والله كان جالي السنه دي اللقب ده، بس للاسف جم وانا متعور في ماتش ترجي هناك فما لعبتش خالص. ف يعني الموضوع وداعي ان النادي بعد كده حصل ما رضوش يعني ان يسيبوني في الفتره دي. لكن ان شاء الله في الفتره الجايه يكون لي نصيب ان شاء الله واروح باذن الله يعني. نرجع تاني برضو للجانب الشخصي في حياه حازم امام. عايزين نعرف والده حازم امام الدكتوره ماجي الحلواني تمثل لك ايه؟ والدتي من زمان من وانا صغير هي اكبر ناقد ليا، وهي بتوجهني بحكم انها قاعده معايا في البيت اكتر من بابا يعني. فمن وانا صغير يعني كان اولا اهتمامها بالدراسه طبعا، وهمها ان انا ابقى كويس على طول في المذاكره وانجح وبتاع. دلوقتي هي اكبر بقى ناقد ليا في الكوره، تكلمني على طول على الماتشات ونام بدري ولازم تاكل كويس وتعمل كويس عشان الزمالك والمنتخب ولازم تروح المنتخب وتبقى احسن واحد في النادي. بتحفزني على طول. عارفه لما تيجي فترات كده خمول او كسل، ما لعبتش كام ماتش كويس مثلا، تقعد بقى تقولي لا عيب ولازم انت مش صغير دلوقتي. يعني على طول في حد ورايا فاهمه؟ هي اللي على طول عامله الموضوع ده معايا، مش في الكوره بس، لغايه لما برضه خدت الشهاده دي. بس واضح انها كانت محفزاك اكتر للكوره على فكره، برغم انها كانت استاذه في الكليه طبعا. ورايا في المذاكره جامد قوي، بس هي مش لاقيه مني انا يعني، بس هي كانت على طول معايا على طول. المذاكره دي ما كانتش في دماغي يعني قوي. حبيبي بشتاق لك، ده اللي عليا تندم، ولو